لازم تشوفون مسلسل أليس إن بوردرلاند، مسلسل ياباني في نتفليكس، يتكون من موسمين. أوعدكم ما راح تشعرون بأي لحظة ملل، وبالعكس جهزوا نفسكم لتمارين البطن، لأن بطنكم راح يصير فيها تنشن وانتوا تشوفون أحداث المسلسل من كثر ما فيها يعني قلق وتنشن وسبننج. وأنصحكم تشوفون المسلسل باللغة اليابانية، لا تسووا له دبينج، خلوا السبتايتلز بالإنجليش بس اسمعوه بالياباني لأنه راح يكون أقوى بكثير. عندي كثير فيفوريت بالمسلسل، خاصة الدكتور حبيته وايد، وما راح أخرب عليكم وايد. عموما كنا طول الوقت أنا وسارة لما نشوف المسلسل نقول منو أليس، وكلنا نفكر إن أليس هي اللي مسوية اللعبة، لكن طلع بالنهاية إن أليس لا، ما راح أقول لكم، مفاجأة اكتشفتها أنا على فكرة يمكن من رابع خامس حلقة عرفت منو أليس. والسبب اختلاف اللغة طبعا بطريقة النطق، بس تعلمت ياباني واللي تعلمت منه يعني نعم، يعني يس. في وايد على فكرة اللغة اليابانية اللغة فخمة وقوية ومخارج حروفها رائعة وفيها باشن كثير، وياريت واحد يصير له فرصة فعلا يتعلم ياباني.